راديو ميد. دكتور محمد الجزار أخصائي الجراحة العامة والمناظير الجراحية، منورنا. أهلًا بحضرتك، أهلًا إزيك عامل بحضرتك، إيه؟ أهلًا نسمع بحضرتك. عنك كل خير يا حبيبي. ربنا يخلّيك، ربنا يخلّيك يا بتوع دكتور. الجراحة دول بالنسبة لي ما بيعملوش أي يعني هم ناس يدبحوا بس. مش كلّهم، يعني مش عشان مع الجزار يبقى مثلًا لأ مش كلّهم. آه. أنا أعرّف حضرتك بنفسي، أنا طبعًا محمد الجزار أخصائي جراحة عامة وجراحة المناظير، أنا عضو جامعة الجراحين الملكية في إنجلترا. إمم. طبعًا يسعدني ويشرّفني يعني إن أنا أكون معاكم النهارده وأكلّمكم شوية عن الجراحة اللي هي ونغيّر الفكر بتاع الناس اللي هي اللي لأ في فاكرة. concept بيه بعد إذنك، في concept عند الناس اللي هو إيه، تعبان اعمل جراحة، عندك بواسير جراحة، فتق جراحة، مرارة جراحة، يعني هي برضه نقول إن الجراحة راحة عشان نتفق، بس مش في كل الحالات، يعني هي في بعض الحالات طبعًا لو مش indicated ما فيش في الجراحة حاجة اسمها بالمرّة، أو ما فيش إمم. حاجة اسمها هاعمله، أو ما فيش حاجة اسمها أي حاجة موجودة تتشال أو تتعمل أو نخش عمليات، إلا لو الموضوع indicated ومش هيتحسن غير بالsurgical plan يعني. يعني في حالات جات لك وأنت قُلت لها أنتِ مش محتاجة جراحة أصلًا؟ ده أكتر تقريبًا من نُص الحالات اللي بتيجي تكشف بتبقى تابعت مع حد برّه أو كده وقال لها يالّا بينا إحنا ندخل عمليات بصورة طارئة أو كده، وهي ممكن ما تكونش حالتها هتكون فعلًا تستدعي مثلًا بالضبط، الموضوع. هتكون محتاجة جراحة بس إمم. ممكن later on مش إمم. بصورة elective أو بصورة يعني مش لازم مش مش لازم طارئة. دلوقتي، مش لازم بُكرة. بالضبط، بالضبط. في سؤال بييجي دايمًا في موضوع الجراحة ده، موضوع الفتق. كلمة أصلًا تخُض، فتق دي كلمة مش حلوة بالنسبة لي يعني فتق دي كلمة يعني negative مش كلمة positive. فتق جراحي وفتق مش عارفة إيه وفتق. ده حقيقي. هو موضوع إمم. الفتق هو ده من الحاجات الcommon جدًا في الجراحة العامة. إمم. هو مجازًا كده، يعني هو بتبقى ضعف في جدار البطن، إمم. فبيحصل منّه إن جزء من الأمعاء أو القولون أو منديل البطن أو المثانة أو أيًا كان الorgan اللي موجود جوّه يطلع في الساك إمم. أو الغشاء بتاع الفتق، وعلى حسب بقى مكانه يختلف مسمياته، ممكن يطلع في منطقة السُرّة ويبقى اسمه فتق سُرّي، يطلع في المنطقة الإرابية يبقى فتق إربي. بعض الأحيان في بعض الستات أو بعض البنات يبقى عندها فتق إربي وبالرغم إن هو common جدًا في الرجالة بريت كبير أكتر من الستات. إمم. وطبعًا بعض العمليات الجراحية هي بتضعف البطن، إحنا زي ما اتفقنا هو ضعف في جدار البطن، أصلًا يعني فالعمليات سبب الفتق هو ضعف في جدار البطن. بالضبط، أوكي. فالعمليات اللي بتحصل في الabdomen أو في البطن بتضعف جدار البطن زيادة، فبتخلّي الفتق يبقى عُرضة إن هو يطلع، أو يكون جدار البطن من العملية اللي قبليها إمم. حصل خلل في الالتئام، فبالتالي أدّى إلى ظهور فتق. أوكي. وطبعًا دي حاجة على قد ما هي elective وعلى قد ممكن ما نقول للناس ماشي أنت مضايقك في إيه، طب نستنى ممكن نعمله وقت ما يضايقك، بس بعض أنواع الفتوقة في بعض الcases ممكن يبقى very critical إن هو يحتاج يدخل على طول، لبعض الحالات مش لكله، أوكي. عشان بعض الأحيان الفتق ده العنق بتاعه بيتخنق في الجدار بتاع البطن، وبالتالي بيؤدي إلى إن الcontent اللي جواه بالذات لو هي أمعاء ممكن تلِف على نفسها وتتخنق. لو حصل كده في أمعاء ما وصلهاش دورة دموية كويس، إمم. بينتهي بعد الشر إن العيان بيحصل له غرغرينة في الجزء ده في الأمعاء، وبتبقى العملية أكبر بكتير ومضاعفة، بنحتاج نفتح بقى استكشاف وإن نعمل توصيل بين الأمعاء واستئصال جزء من الأمعاء، وربنا يكفي يعني الناس كل يعني أنت الشر يعني. تنصح الناس إن هي اللي عندها فتق تعالجه بسرعة؟ ياخد رأي الجراح بتاعه. أوكي. ياخد رأي الجراح، أنا الفتق ده بتاعي أخاف منه والّا لأ؟ على سبيل المثال فتق الإربي هو common في مثلًا 30% من الpopulation حتى لو مش ظاهر clinical ممكن يبقى subclinical في الناس الكبيرة في الadults. لأ معلش الحتّة دي مهمة معلش. يعني إيه ظاهر ومش يعني إيه مش ظاهر ومش ظاهر يعني معلش هو ممكن فهّماني؟ يبقى عنده ضعف فعلي في جدار البطن، بس أوكي. لسه الفتق ما طلعلوش ظهر له، مع الشيل التقيل ومع الحزق المستمر ومع الكحة وإنه يروح الgym ويشيل حاجات تقيلة واحدة، واحدة يلاقي bulge تورم ابتدى يظهر له في المنطقة مثلًا طَب أنا إزاي أعرف إذا كنت أنا مُعرّض لده والّا لأ، أو إذا كان عندي ده والّا لأ، اللي هي مرحلة ما يعني هو ما ظهرش عندي very unexpected. أصلًا. اللي بيبقى عنده زايدة بيبقى قاعد في البيت وخارج مع صحابه وياكل ويشرب، تاني يوم يصحى الصبح الزايدة ملتهبة ويروح على الطوارئ ويشيلها very أوكي. unexpected. إمم. لو هو عنده بقى factors زي مثلًا الشيل التقيل بصورة مستمرة، آمم، هو كان عنده فتق وهو صغير في بعض الأحيان بيحصل في الأطفال في السُرّة وبيقفل لوحده، ده بيبقى very liable لحاجة زي كده طبعًا. وبالتالي تنصح إن أي حد يشوف حاجة طلعت من جسمه اللي هو الفتق في الأماكن اللي أنت بتقول عليها دي،
يرجع للدكتور على طول. أنصح أي حد إمم. يلاقي حاجة حصلت له غريبة هو مش معتاد عليها، مش آه. بس فتوقة أو لازم يعني يseek doctor's advice. إمم. ده rule يعني. بس أنت مش بالضرورة إن أنت حالات الفتق بتعالجها بعمليات، يعني اللي أنا أعرفه إن في عمليات لعمليات الفتق، ده سواء بالمنظار والّا فتح والّا أي حاجة مش مشكلة، ده بس اللي أنا حقيقي. أعرفه إن فتق يعني عملية. هل أنت عالجت ناس عندها فتق بغض النظر عن الدرجة أو المكان أو كذا، واتعالجت من غير عمليات؟ هاقول لحضرتك برضه خلّينا نتفق إن هو الفتق علاجه الفيصل والنهائي هو جراحي. أنا بس لمّا إمم. باشوف الpatient أنا باحدد مدى الemergency بتاعته ومدى الelectivity بتاعته، أنا أقدر أدخّله كمان 5 سنين والّا لازم أقول له عايزين نتحضّر very soon. أوكي. ده أنا أول حاجة باقولها للpatient وتاني سؤال باقوله له على طول، مضايقك في إيه؟ تقدر تتعايش معاه والّا لأ؟ يعني ممكن يكون عندي فتق وأتعايش معاه. في ناس الكبيرة إمم. وسنها كبير وعندها أمراض تانية مزمنة، بتتعالج من أمراض مزمنة وسنها وحالتها الصحية العامة ما تسمحش بدخولها العمليات، على الرغم ممكن يبقى عندها فتق مثلًا سُرّي قد بطنها، يعني يبقى عندها بطن قد بطنها طالع من الفتق. ساعتها في الحالات دي إحنا لو patient سنّه صغير حالته الصحية أحسن بندخّله، لكن الpatient معاه comorbidities معاها أمراض واحدة مزمنة، كبيرة في السن عندها سُكّر، ضغط، مش سُكّر، عارفة ضغط، إيه، 95 سَنة، كوليسترول، يا مكتشفة لهوي الفتق يعني من وهي عندها أيوه. 4 سنين وجات ما تعمله عملتش 90 حاجة. سَنة، إمم. فساعتها لأ، بنبقى عشان التخدير مثلًا والّا عشان العملية بتكون صعبة يا دكتور؟ هي العملية الصعوبة كلّها بتبقى في التخدير، أوكي. العملية زيّها زي أي عملية، اللي بيتخبط في صُبعه بيبقى موجوع، فلو في جرح مضبوط، مضبوط. بيبقى طبعًا ممكن عنده ألم بسيط من الجرح بيخرج بدرنقة، وممكن كمان من سهولة العملية إن هو يخرج في نفس اليوم، بس في طبعًا لازم factors تتحط في الحسبان، الحالة إمم. الصحية والتخدير والجهاز الventilation لو هتحتاج أو كده، وكل ده يعني بيبقى مش مش favored خالص في الناس طب الكبيرة. سؤال يا دكتور معلش، في ناس بتسأل لو أنا سِبت الفتق بتاعي موجود، خلاص ما عنديش مشكلة كل شوية ألاقي حاجة طالعة من إيه، من بطني والّا بتاع أردّها وخلاص، هل دي فيها مشكلة؟ لو حضرتك كpatient نصحت بالعملية ورافض العملية، إمم. لازم أدّيك الred flags اللي يقول لك إمتى ترجع لنا على طول إن الفتق ده ندخّله. لإن هو بالضبط. ظهر عليه علامات التهابات جديدة، خرج وما بقاش تقدر تدخّله تاني، عندك أي صورة من صور الانسداد المعوي أو غيره، لازم ترجع على طول المستشفى، ساعتها لازم جراح. لازم يبقى الpatient medical فاهم. oriented إمم. ويبقى عارف إمتى يرجع المستشفى وإمتى ما فيش مشكلة وإمتى في red flags سعادتك بتقول للمرضى بتوعك الكلام ده، يعني هل لازم هم يعرفوا الكلام ده؟ طبعًا، وإلا ما ماشي. يبقاش في غرض من وجوده ويبقى يكتفي الpatient بجوجل زي ما كل الناس بتعمل وده حاجة بالضبط. مش دي صح. حاجة طبعًا، دي دلوقتي كل الناس بتدخل على جوجل وتسرّش وبتاع، و ف تاخد كلمة من الدكتور فتقعد تدوّر على بالضبط كده. على كل المعلومات، وينهار بقى يقول لك الفتح هيعمل مختنق وبتاع ما يعرفش أي حاجة، ما يسمعش كلام الجراح. وييجي يصلّح لنا معلوماتنا بقى قال أصل جوجل قال لي. خلاص يا باشا الدكاترة يعني ما بس لأ طبعًا، بس يعني ما زال برضه أصل المشكلة في إيه، المشكلة إن كل حالة غير التانية. يعني زي ما سعادتك بتقول كده، فتق في حد عنده 90 سَنة غير فتق في حد عنده 20 غير 30 غير 40 أعتقد بالضبط، يعني، أعتقد. بالضبط. وحضرتك زي ما قُلت لحضرتك طبعًا مسميات تختلف، يعني مثلًا على سبيل المثال من الissues أو الsurgical issues اللي موجودة فتق في إمم. الحجاب الحاجز، دي ناس common جدًا اللي يقول لك أنا عندي يا دكتور ارتجاع ما بيروحش، ورُحت كشفت أو عملت منظار وقال لي عندي فتق في الحجاب الحاجز. إمم. هي الpatient بقى عنده مسمى أو المريض عنده مسمى فتق، ده هيتفتح وهنحط له شبكة وهنخرّجه بدرنها، على عكس إن هي المسمى هو، بس إمم. التكنيك مختلف والcomplications اللي ممكن تحصل مختلفة، فبالتالي الpatient لازم يعرف اللي عنده من دكتور مش من جوجل. مضبوط، مضبوط، لأن الدكتور اللي شايفه هو اللي شخّصه وهو اللي شافه وهو اللي فحصه، طبعًا بالضبط، كلام مضبوط، بالضبط، وخصوصًا لو كان دكتور كويس وشاطر وماهر غالبًا ساعتها العيان هيثق فيه، فهيضطر إن هو بالضبط، يسمع كلامه فيما يخص الdecision أو القرار، بالضبط سواء كده. يعمل عملية أو غيره. طب سؤال يا دكتور معلش، المنظار، هذه الآلة الكبيرة الجميلة اللي دخلت حياتنا الطبية في كل العمليات، استئصال رحم بالمنظار، جراحة تكميم مش عارفة استئصال معدة بالمنظار، أورام بالمنظار، هل في فرق بالمنظار؟ في فرق بالمنظار، إمم. بس المنظار في حد ذاته هو زي ما الBritish people كده بيقولوا it's a hack.
يعني هو على قد ما هو جميل وعلى قد ما إمم. هو فتحاته صغيرة، هو بعض الأحيان لسه still ممكن يخُض بعض الناس، هنعمل بالمنظار لا، 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 لأ، ده أنا مش عارف مين حصل له إيه هو still طبعًا يعني الناس كلّها والعالم كلّه ماشيين في سكة الminimal invasion، يعني كل ما يبقى بمعنى معلش، يعني واحدة، واحدة عليّا. كل ما يبقى الجرح أصغر، كل ما إمم. يبقى الintervention والsurgical procedure اللي بنعملها حتى لو وقتها هيطول جوّه العملية، إمم. بس الpatient يطلع من غير جرح كبير، من غير درنقة، ويبقى الحاجة تبقى قدّامنا. المنظار ده عبارة عن كاميرا بتخش تكبّر حاجة خلّينا نشتغل بآلات شغل مضبوط. very fine كده جوّه. صح. آآ دي يعني it's a very good advantage لينا وللpatient، بس بعض الأحيان بتفرق في الpatient، بتفرق في بتفرق للمريض. بتفرق طبعًا في الoutcome وبتفرق في الrecovery period في الوقت النقاهة بتاع العيان، إمم. بس على قد ما هو حلو وجميل وsounds very good، إمم. بس بعض الأحيان آآ إحنا بنواجه منّه بعض الصعوبات، بمعنى إن بعض الأحيان يكون المنظار أو المشكلة في مكان مش accessible أو صعب الوصول ليها إمم. بالمنظار، دي نقطة، ونقطة مهمة جدًا. اللي بيشتغل منظار لازم يكون technically كويس جدًا بالمنظار، عشان لو حصل معاه أي مشكلة، أي bleeding، أي حاجة، وده يعرف وارد يحصل معاك. يتعامل، يعرف بالضبط، يتعامل يعرف طبعًا، يdeal طبعًا. ويhandle الissue جوّه، وإما هيضطر يفتح العيان وكان فتحه من الأول. حضرتك اشتغلت بالمنظار كتير. الحمد لله يعني كويس. معظم الحالات بنشتغلها بالمنظار. أصلًا الحمد لله، معظم الحالات، الحمد لله. يعني الحالات زمان كانت بتتعمل فتح، دلوقتي بتعملها منظار. بس هي طبعًا دلوقتي يعني بيبقى شوية costly للpatient، الpatient بيتكلّف تكلفة كأسعار أو تكاليف أو بالضبط، بتاع. بيبقى اتكلّف تكلفة أعلى عشان technicality بتبقى أعلى، إمم. equipments تبقى أغلى، فكل ده طبعًا بس قصاد التكلفة العالية دي ممكن نلاقي إن في ممكن الoutcome أو النتيجة بتاعة العملية أفضل، بالضبط، يعني من كلام حضرتك بتقول الكلام ده. بالضبط. أوكي. وعشان برضه أكون يعني أورّي الصورة لحضرتك very clear، إمم. المنظار بيبقى very beneficial في حاجات جوّه البطن أكتر، هتكون عملياتها الجراحية بجروح كبيرة وجروح مرهقة وبيتغيّر عليها فترات كبيرة وتبقى عُرضة للinfection. إمم. بس الفتق إلى حدٍ ما هو يعتبر من الحاجات اللي بتتعمل very commonly بالطريقة الopen أو بالطريقة الجراحية، عشان طبعًا توفيرًا للناس، دي أول point، والحاجة التانية عشان هو إحنا مش بنحتاج نوصل ب لحتت deep في البطن زي ما في الحالات يعني التانية. باعتبار إن الفتق دي حاجة يعني حضرتك بتقول إنها حاجة سطحية مش حاجة عميقة، بالضبط، وبالتالي نرجع لها وأنت شايف بعينك وتفتح بالضبط. البطن والكلام ده يعني كله. نقدر نقول إن المنظار يبقى ليه indications أحسن في بكتير حالات من تانية. الفتق. بالضبط، مفهوم، مفهوم. بالضبط. طب ساعتها العيان بتاع الفتق ده اللي جاله فتق في فتق بلاش الحجاب الحاجز ده قصة تانية، فتق قربي أو فتق في منطقة السُرّة أو فتق في منطقة الجروح، جروح العمليات. اللي هي بنسميه الفتق الجراحي، اللي هي الincisional الincisional hernia، بالضبط يا بيه مضبوط. ليه بيحصل فتق؟ أنا عملت عملية ليه يحصل فيها فتق بعد كده؟ هو زي ما قُلت لحضرتك، هو الأسباب عديدة، منها الأساسي هو الضعف بتاع جدار البطن، إمم. يا إما هو كان عنده pre-existing وبقى augmented أو زاد عليه بعد العملية، إمم. أو حصل مشكلة أو خلل في عملية الالتئام وقت الhealing، حصل عنده infection، إمم. كان عنده مشكلةٍ ما، مثلًا في درنقة اتشالت بدري، حصل له تجمُّع ضعف جدار البطن، كل ده وارد، ده بتبقى يعني complication، بتحصل يعني. نعتبر إن هو إمم. نقول complication من العملية القديمة. ولا يُلام فيها الجراح القديم خالص، لا يُلام فيها الحد أو الدكتور اللي عمل له عملية، عشان بيبقى mainly هو ده patient factor مش doctor factor. ليه؟ يعني مين المريض اللي ممكن يحصل له فتق بعد ما يعمل عملية جراحية معيّنة؟ يعني مين المرضى اللي ممكن يحصل لهم فتق، اللي هو فتق جراحي أكتر من حد تاني، فاهم قصدي؟ ط ف فهاقول لحضرتك، طبعًا الجروح الكبيرة كل ما الجرح يبقى أكبر، إمم. كل ما يبقى عُرضة أكتر إن يحصل فيه فتق جراحي. إمم. ال باعتبار إن الجرح الكبير هيضعف جدار البطن زي ما سعادتك قُلت كده على مساحة أكبر، بالضبط. فبالتالي يبقى خلاص الhealing power بتبقى ضعيفة على كل ده. إمم. ده طبعًا أكتر الجروح الكبيرة بتاعة الاستكشاف، طبعًا الناس اللي زمان كانت بتعمل المرارة جراحيًا، دي فتح بنشوف برضه. منهم إمم. بالضبط، بنشوف منهم للأسف rate كبير من فتوقة. الفتوقة يا الجراحية. سلام! طب لحد كام سنة ممكن أنا كمريض أنا عملت العملية مثلًا من 5 سنين فتق أو آسف مرارة جراحي وعملت العملية، لحد كام سنة أنا ممكن أتوقّع
ظهور فتق عندي هو في غالبًا العمليات؟ بيحصل في أول سنة، أول سنة. في أوكي. الأغلب إمم. بنسبة 60 ل80% من أوكي. الحالات هو بيحصل في أول سنة، إن المريض اللي هيبقى يحصل له فتق جراحي بعد الhealing يروح للدكتور في المتابعة، هو ممكن لسه بيفُك الغرز، يا دكتور أنا الحتة دي بقت وارمة، الحتة دي بقت مكلكعة. إمم. الكلام ده بيحصل غالبًا من أول 6 شهور لسنة، ده في 60 ل80% من الpatients. إمم. ال10 أو ال20% من الحالات واللي هم دول بيعتبروا أقلية، اللي يحصلوا بعد سنة، ده بيبقى حصل معاهم مشكلة. يعني إيه؟ يعني إن هو مثلًا بقى وزنه زاد بصورة كبيرة في فترة قصيرة، فبالتالي بقى في pressure جوّه بقى الوزن يزوّد احتمالية الفتق. الفتق الجراحي لو أوكي. الوزن الكتير في الفترة القصيرة إمم. طبعًا يزوّد العامل بتاع ظهور الفتق. حصل بقى الpatient بقى مثلًا diabetic وحصل له infection في حتة والinfection بالصدفة كان في مكان الجرح، كل ده عُرضة كبيرة إن هو السُكّر يزوّد ممكن يضبّط الدنيا. بالضبط. ربنا يبعدنا عن الدكاترة ربنا عمومًا ويحفظنا جميعًا، أنت معلوماتك قوية جدًا وكويسة، ويعني بجد ميرسي يا الناس قلبي، يعني بتشكرك جدًا، جدًا على اللي ميرسي أنت يا قلبي، بتقوله يعني. من ذوق حضرتك. طيب آخر حاجة تنصحها للناس اللي عندها فتق والناس اللي ما عندهاش وخايفة ييجي لها فتق؟ seek medical advice لأ، لأ، لازم الناس اللي خايفة ييجي لها يعني تعمل إيه؟ أنا أعمل إيه عشان ما ييجيليش فتق جراحي والّا فتق سُرّي والّا فتق قلبي، أعمل إيه؟ هو اللي هييجي له فتق، إمم. هو هييجي له فتق، بغض النظر عن الprecautions اللي ممكن الpatient يعملها، هي هتقلل أو هتبطّئ الprogression بتاعه، إمم. يعني لو الpatient تجنب الإمساك عشان يحزق، ما بقاش يشيل حاجات تقيلة، ما بقاش يعمل حاجات فيها straining أو حزق متواصل، بيتابع مع دكتور الصدرية لو هو مُدخِّن فعشان ما يكحّش إمم. باستمرار إمم. يزوّد ظهور الفتق، بس لو هو liable أو لو هو عُرضة إن هو ييجي له فتق، هو هييجي له، حتى لو عالج الكلام ده هييجي له. هييجي له أوكي. بريت أبطأ إمم. أو وبprogression احتمالية إن هو ييجي له أكتر، قصدك سعادتك تقول كده. آآ احتمالية. احتمالية بالضبط، هو إمم. هييجي له ب بprogression أبطأ. إمم. يعني هييجي له هيحصل له بس يعني ببطء عن قصدك تقول كده إن الفتق مش بيظهر فجأة. لأ، أوكي. بما فيها إن في ناس كتير بتكون بتعمل مثلًا راحت المستشفى عشان بطنها وجعتها لأي سبب، نزلة معوية gastroenteritis الطوارئ عملوا له سونار لقوا عنده فتق صغير أو ما يسمى بالبيوبونوسيل ولسه إمم. بيكبر، إمم. هو دكتور الإشعة شاف الضعف اللي في جدار البطن اللي ابتدي يكوّن الفتق، بالضبط. فدي بتبقى حاجة accidentally discovered ويبقى الpatient لسه ما طيب يعرفش عنها أي حاجة. تنصحهم بإيه؟ يعني موضوع الstraining موضوع الحزق والكلام، تنصح بإيه المريض عشان ما ييجيلوش أو يقلل احتمالية إن هو ييجي له فتق في بطنه؟ طبعًا لو الpatient وزنه كبير، أول إمم. حاجة إن هو قدر الإمكان نقدر ننزّل الوزن، دي عامل مهم تخفيض جدًا الوزن يعني. بالضبط، إمم. لإن طول ما في الpatient وزنه كبير أو مريض وزنه كبير، بيبقى في زي ما في دهون خارجية، في دهون جوّه البطن بتساعد إن هي تزُق على جدار البطن من جوّه، فتزوّد احتماليته. أوكي. يتجنب الحاجات اللي فيها حزق بصورة مستمرة، كُحّة مزمنة، إمساك مزمن، ما يشيلش حاجات تقيلة باستمرار، حتى لو هو بيروح الgym يكون بيتمرّن صح مع مثلًا الcoach بتاعه أو الinstructor بحيث إن هو يكون بيمرّن العضلة من غير ما يكون بيعمل truncal torque يعني يكون بيعمل torque أو عِزم جذعي مش عضلة واحدة اللي مستفيدة بيه. في بطنه، على بطنه. بالضبط، أوكي. يبقى نصيحة سعادتك نمرة 1 تخفيض الوزن، نمرة 2 يقلل أي حاجة هو ممكن يعملها عشان يزوّد ال الضغط داخل البطن، بالضبط، مضبوط؟ بالضبط. ده أهم حاجة تنصحها للناس عشان ما ييجيلهاش فتق. والناس اللي هي newly بقوا diabetic أو بقوا مرضى الناس اللي عندها سُكّر سُكّر مؤخرًا إمم. تضبيط السُكّر مهم جدًا. له علاقة بظهور الفتق هو هيبقى ليه علاقة indirect فيما بعد، بطريقة غير إن مباشرة. هو حتى even لو الpatient ده دخل عمل العملية وكونه إن هو diabetic ده بيحُط الجرح بتاعه في risk كبير جدًا من الinfection والالتهابات فبالتالي مريض السُكّر ده لازم يبقى خلاص once إن هو عرف إن هو مريض سُكّر، أنا على طول أقول لمرضى السُكّر أنت رجليك زي عينيك، تحافظ على رجليك زي تحافظ على عينيك، طبعًا بالتالي بقية أعضاء الجسم يعني. مفهوم، باعتبار إن السُكّر ليه مضاعفاته كتيرة ممكن توصل لأي حاجة في الجسم. بالضبط، كلام مضبوط جدًا يا دكتور. بالضبط. دكتور محمد الجزار، أخصائي الجراحة العامة والمناظير الجراحية وعضو الجمعية الجراحية الملكية في إنجلترا، شكرًا ليك يا دكتور. راديو ميد دكتور محمد الجزار إزيك؟ دكتور نزيه أهلًا بحضرتك، حبيبي.
فرصة شوف سعيدة. الناس عايزة تعرفك أكتر كبني آدم مش كدكتور بقى وجراح وبتعمل عمليات كبيرة ما شاء الله عليك ومناظير وبتاع وشغل إيه اللي هو يعني الله ينور يعني لا هم لا حسد يعني. أهلاوي والّا زملكاوي؟ والله ما ليش في تحبش الكورة الكورة؟ أوي، آه. كنت طيب ولادك يعني إن شاء الله ممكن يعني بالضرورة هتخلّيهم دكاترة والّا ما فكّرتش والّا أنت بتفكّر في إيه؟ ب مش هاخلّيهم يعدّوا بالوقت الصعب باللي أنت مرّيت وبالمذاكرة بيه. بالstress يبقوا حاجة عشان يبقوا حاجة كبيرة هيسافر كتير، هاسيب كل واحد لو هو اختار وشايف إنه قدّامه الصعوبة لو دي. عايز هتسيبه يعني. لو عايز هاسيبه، بس هاقول له بقى يعني خلّي منّك بالك. لله. طيب بتسمع أغاني؟ يعني بتحب الأغاني؟ إلى حدٍ ما. أكتر مغني بتحبه مين؟ عمرو دياب، ده بس ده قبل الألم، لكن بعد قبل أنا قبل بعد الألم لا. نزل درجتين. لا. طب أكتر ممثل في رأيك أو ممثلة يعني، مين بيأثّر فيك من الناحية الفنية؟ فنية إمم. والّا الجمالية؟ ماشي، ما هو الجمال جزء من الفن، بس يعني مين اللي أنت ممكن تقعد تشوف له فيلم أو مسلسل أو تقعد تتفرّج عليه وأنت مبسوط؟ عادل إمام، من أفلامه من زمان لحد دلوقتي، فعلًا؟ والله. عادل إمام من الناس تحب الكوميديا. الكوميديا، وحتى الexpressions بتاعة وشه وتعبيرات وشه في الحاجات الجد، لأ، حاجة تانية خالص. فاهمك. هواياتك إيه يا دكتور؟ يعني أنت بتقضّي وقتك إزاي غير الشغل يعني والله من البيت للحالات للجامع للبيت. ما فيش أي حاجة تانية؟ دلوقتي ما بقاش في المَلَكة بتاعة الوقت أوي إن أنا أروح وكده، بس قبل كده كنت باحب ركوب الخيل جدًا، وكان عندي حصان في النادي. أوه! وطبعًا بقى دلوقتي ما بقاش في وقت بقى اللي هو من وأنت صغير بتحب الكلام ده؟ أنا كنت باركب وعندي حصان من وأنا في خامسة ابتدائي أو سَتّة ابتدائي. واو! يا سلام! ودخلت شوية برضه، كنت في الroyal schools بتاعة الmusic في piano، ووصلت لحد grade 7. أوكي. بعد grade 7 دي كنت المفروض آخد الدبلومة في piano، وبعديها بقى اتسحلت. اتسحلت بقى في أيوه. الكلية وكده، فما. as usual. بتخاف من إيه؟ إيه اللي بيخوّفك، بيوتّرك، بيخلّيك يعني أي حد عندنا في حتّة بيخاف نقط منها الضعف. يعني yes. آمم، أهلي برضه، باخاف شوية على أهلي أول ما مثلًا أبقى باعمل حاجة مهمة أو في حاجة أعرف إن حد منهم تعبان أو ده، أسيب أي حاجة وأروح. دي من أكتر الpoints أو points الضعف اللي موجودة. weakness point. بالضبط. إمم. وطبعًا دي مع حاجة باعتقد موجودة عند كل الناس، دي حاجة بالفطرة يعني. والحاجة التانية اللي أنا ممكن تكون باحاول أتجنبها، إن أنا أتسبب في أذى لحد. يعني إن أنا أكون السبب أو الدافع إن أنا باخلّي حد أو فلان يكون حصل له أذى بسببي. دي حاجة من الحاجات بتخلّيني أرجع بالليل أراجع نفسي وأبقى متأزم ومش مبسوط emotional أنت شوية صح؟ إلى لأ حدٍ ما. كتير، لأ واضح إن إلى مع إنّك حدٍ ما. جراح وما شاء الله جراح كبير وشاطر هاقول لحضرتك دي ما لهاش ده علاقة. conflict يعني دي ما أنت لهاش إزاي تكون علاقة حسّاس أوي كده وفي نفس الوقت تقطع وتخلّي وتعمل مناظير الpatient هو patient. أوكي. أنا ماما وقت من الأوقات جالها breast cancer. آه. أنا دخلت طبعًا، أنا كل الناس أنا يعني بحكم إن أنا كنت في وحدة جراحة الأورام، إمم. فكل الناس أيوه أنت كانت. اشتغلت أورام كتير فعلًا صح. أنا في جراحة الفترة أورام يعني. جراحة أورام. أنا في الفترة دي أنا الحمد لله، أنا برضه ما قُلتش لحضرتك في الأول، أنا عضو جامعة الجراحين الملكية عامل GMC registration، إمم. فعضو جامعة عضو في النقابة الإنجليزية مسجّل لحد دلوقتي مضبوط. الregistration ما شاء موجود. الله. إمم. في وقت من الأوقات أنا كنت في وحدة oncology في الميري، بحُكم إن أنا كنت كده كنت keen جدًا إن أنا عشان مامتي وعايز أعمل لها حاجة، فعايز أpush. كل الناس نصحتني ما ينفعش ومش ethical، وكان عندهم حق. رغم إصراري إن أنا أعمل لها طبعًا هي راحت لحد يعملها لها، وأنا دخلت معاه العملية وساعدته. ياه! والناس كانوا مستغربين أنت إزاي قادر تتعقّم وتعمل عملية لمامتك، وعملية major يعني دي مش. في حتّة بقى في الدكتور اللي هي الإحساس بالمسؤولية، هو بقى ودي الحتّة حتّة مهمة جدًا يا دكتور على فكرة، ما أنا هو مش ده بقى موضوع إنّك أنت شاطر والّا لأ، إمم. أنت حاسس بمسؤولية وحاسس إنّك بالضبط، إن أنت أنا عايز شايل كإنّي الدنيا. أعمل أحسن حاجة بالضبط. زي ما بيتعمل للpatient عايز أعمل إمم. لها أحسن حاجة. yes. فبالتالي ده كان لازم أتخطّى الحتّة الemotional دي. طبعًا. فعشان كده باقول لحضرتك مش على طول.
once مفهوم. إن الpatient قدّامي يعني خلاص إذا بتنسى أي حاجة وتشتغل على طول. باقلب محمد الجزار عادي. لو ما كنتش دكتور كنت بقيت دكتور جراحة. أصلًا، أنا أصلًا. من وأنا صغير أنا آه، عايز أطلع مش عايز أطلع دكتور، أنا عايز أطلع جراح. فعلًا، والله. سبحان الله. ووصلت فعلًا ما شاء الله عليك لحتّة حلوة جدًا، جدًا، برافو الحمد عليك يعني. لله. وأنا باتخيّل نفسي في تخصُّص تاني نسا بقى وباطنة لأ، وجهاز هضمي ما أحس ومناظير لأ، وبتاع. يعني هو كوني كدكتور ككوني كجراح. تحب العمليات والتعقيم والمشرط حلو. محمد آه الجزار. بالضبط. السؤال الأخراني بس معلش في الفقرة دي، لو بقيت مسؤول في البلد، لو لا أنا ولا أنت عايزين نبقى مسؤولين في البلد، بس لو بقيت مسؤول في البلد، أول حاجة هتعملها إيه؟ بلاش أسئلة لأ سياسية. دي مش سياسة خالص، لا يا باشا لا خالص، هتعمل إيه؟ يعني أول قرار هتاخده. طبعًا نطوّر من الحاجات. يعني أنا ممكن باصص لها كده ده narrow vision عشان ما يفيد. طبعًا كلنا ما بس كناش في الموقف اللي ممكن نحكم فيه، بس بس يعني أنا أقول فيما يخُص على الأقل إمم، مجالي بنشوف مستشفيات الحكومة في وضع إمم، مش أحسن مش حاجة. ألطف حاجة طبعًا وفي مفهوم. ناس غير مقتدرة وهي ما عندهاش المَلَكة والقابلية والقدرة غير الأسف إن هي تروح أماكن كده ممكن ما تكونش بتشوف فيها أو بتقابل أحسن خدمة. يعني هتنشّط القطاع الصحي فيما يخص خدمة المرضى الغير قادرين مثلًا. يعني هو ده هيبقى حقهم لو حد ما عندك حق. هو ماديًا مش مقتدر وعنده حاجة صحية هتحتاج عملية أو غيره وهو ما يقدرش على التكلفة، فهو دي أول حاجة هابقى بادوّر عليها. دَوّر عليها. يعني دكتور وإنسان وراكب خيل وبتاع مزيكا وبيانو، يعني كل حاجة يعني جميلة. اتشرّفنا بيك جدًا يا دكتور بجد، اتشرّفت بجد بحضرتك، شرّفتنا اتشرّفت جدًا، بحضرتك جدًا. جدًا يا دكتور نزيه ومبسوط إن أنا شُفت حضرتك النهارده. نستناك تاني بعد الفاصل التاني. راديو ميد. دكتورنا محمد الجزار، أخصائي الجراحة العامة والمناظير الجراحية وعضو الجمعية الجراحية الملكية في إنجلترا. جامعة صح يا الجراحين دكتور؟ الملكية. جامعة الجراحين الملكية في إنجلترا. مضبوط. منورنا يا دكتور. أهلًا بحضرتك. في شوية statements كده أو جمل هي ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، فعايزين سعادتك تقول لنا هي صح والّا غلط. عندي فتق بس هالبس الحزام وهيروح. لأ، الفتق مش بيروح، هو مش هيكبر، بس مش هيروح. غلط. غلط. هو أوكي. الفقرة دي يا صح يا غلط بس. بالضبط. لو حضرتك عايز تعلّق لأ، أوكي لأ، أصل يعني. هو الفتق هو علاجه جراحي، أوكي. لكن الحزام مش هيعالج أو الفتق. رفع الخصية أو غيره إمم. هو مش هيعالجه. يبقى غلط. تمام. طيب عمليات السمنة زي التكميم وغيره سبب في ظهور الفتق الجراحي أو أي فتق تاني. معظم عمليات السمنة غلط، لإن معظم عمليات السمنة دلوقتي بالمنظار، وزي ما اتفقنا إمم، الفتوقة الجراحية بتحصل في الجروح الكبيرة. إمم، once إن العملية بالمنظار فبتبقى عُرضة أو احتمالية الفتق الجراحي أقل بكتير في إمم. عمليات السمنة، فنعتبر الإجابة دي غلط. يبقى غلط. نُصّها غلط. أوكي. تبقى غلط. غلط. طيب. طيب في statement برضه أو جملة لو ضغطت على الفتق هامنع خروجه وكده مش هاعمل عملية. يعني هو الفتق أمعاء طالعة، فهو بيقول إيه، بيقول إن أنا هاضغط عليه فهارجّعه فخلاص. خلّيك ضاغط عليه طول العمر، خلّيه ماشي بإيده. إمم. غلط. لأنه هيرجع تاني يبقى لأ، برضه غلط. طبعًا. كل الأسئلة هو أول ما العيان بيشيل إيده وهو بيرجع أول ما يكح أو يحزق يطلع في ساعتها تاني، بالضبط. فغلط طبعًا. طيب التدخين يسبب الفتاء. صح. أول إجابة صح. indirectly صح. فعلًا. عشان ليه يا دكتور؟ الكحة المزمنة هتزود ظهور الفتق في الناس العُرضة أو جدار البطن بتاعهم ضعيف، هو بيكح باستمرار إمم. من التدخين ويقوم الصبح صدره مليان بلغم فاضطر عايز يطرد البلغم فيكح، فهو جدار بطنه ضعيف غصبٍ عنه ييجي له فتق. طيب هل الفتق وراثي؟ لأ، غلط. مش وراثي. مش وراثي، بس في عوامل وراثية، والعوامل الوراثية دي ضعف جدار البطن. زي ما هو كله الموضوع كله يدور ضعف حوالين جدار البطن. ضعف جدار البطن. أوكي. فده عامل وراثي إن هو جدار بطنه ضعيف. مفهوم. طيب الفتاء أكثر في الرجال من النساء. صح. فعلًا. إحنا شايلين كل حاجة يا دكتور، يعني والرجالة الرجالة مهملين برضه. آه. آه،
يعني ويحزق خدش باله وبتاع ويدخن ويعمل رومانسي ويشيل اه حاجة في بالظبط، البيت مع مراته، هو اللي شايل وبعديها عشان هو يعمل الراجل قوي وبتاع ويروح الجيم ويشيل بالظبط، في الجيم، فبيشيل في كل ويدخن حتة بيكوحة ويحزق ويبوظ. طيب الولادة تسبب الفتاء ممكن؟ فتق جراحي ممكن. كفتة جراحي، انما مش بالضرورة ان اي حد او واحدة هتولد بالضرورة ممكن يجي لها فتاة اكتر من التانية. هتبقى عرضة بنسبة أكبر عشان تمدد بتاع البطن ده هيضعف جدار البطن. طيب سؤال كده، اخر سؤال كده عندي غريب جدا، بيقول ايه السائل؟ يعني بيقول عملية الفتق القربي بعد إجرائها ممكن يظهر فتق في الناحية التانية. صح، أوه. عشان هو ممكن ما كانش عنده وظهر له، وممكن كان عنده صغير وطبعا لو ما عملش الترا ساوند مش هيبقى دايجنوز. فصح ممكن ممكن مفاجأة دي. وحالات كتير بنخش نعمل له ناحية بعد ب3-4 سنين يجي لي أنا طلع لي يا دكتور فتق في الناحية التانية. أنت يا دكتور ليه ما عملتليش الفتقين في وقت واحد؟ بالظبط، ما كانش عندك، ما ظهرش ساعتها، ما كانش اتكون. بالظبط، ما كانش اتكون. بعض الأحيان وإحنا بنعملهم بالمنظار، الفتق القربي بالمنظار، اما بندخل بالمنظار بندخل طبعا جوه القناه القربيه، وبعض الاحيان بنعمله من البطن. هو ليه كذا تكنيك يعني. في التكنيك اللي بنعمله من البطن احنا بنشوف الفتق اللي ظاهر وبنصلحه، وبنبتدي نشوف بوادر الفتق التاني في بعض الحالات مش لكلهم، وهو بيتكون على الناحيه التانيه، بيبقى جدار البطن ضعف وابتدى يحصل بلج صغير من الغشاء البريتوني اللي هو بعد كده بيبقى الغشاء ما يبانش عند المريض، بس ما كانش يبان. هو العيان ما يعرفش ان كل ده تحت بطنه مستخبي. بالظبط. فصح. بالنسبه لي انا السؤال ده مفاجاه بصراحه، كنت متخيل ان هو غلط. اصل انا بسال نفسي هو صح ولا غلط قبل ما تجاوب، او اشوف نفسي معلوماتي الجراحيه شكلها ايه. يعني 40-60% من الحالات اللي بيحصل لها في ناحيه بيحصل لها في الناحيه الثانيه. يعني خلينا نقول سبحان الله على الحد الادنى ان هو 40%، ف 40% كتير برضو يا دكتور، يعني 40% كتير قوي. من الحالات بيبقوا عاملين الناحيتين. اوكي، عشان كده بيعملوا في الناحيتين عمليه الفتق الجراحي، وفي اغلبهم مش بيبقوا في 1 سيشن عشان مش بيبقى فيه واحد ظهر او مكتشف او غيره. بس الميزه بقى لما يعمل فتق بالذات طبعا لما يعملوا معانا، ودي يعني ده من فضل ربنا علينا. الحمد ما شاء لله الله. انا عارف اسمع الحمد لله ما شاء يعني الله. كويس جدا. لو العيان مشى كويس من غير اي مضاعفات، من غير ما يحصل تهابات في الجرح، من غير ما جسمه يطرد الشبكه وغيره، بيحصل تليف ما بين جدار البطن والشبكه، فبيخلي الحته اللي هي كانت ضعيفه دي بقت اقوى من جدار بطنه. فبالتالي يا نهار ابيض، دي حمايه دي. الحمد لله. والحمد لله الحالات اللي هي الفتق المرتجع معانا قليله ما شاء الحمد الله. لله، اللهم لك الحمد، ده من فضل ربنا علينا. بس بيبقى خلاص الناحيه الثانيه الغلبانه اللي ما فيهاش شبكه ضعيفه، فالناحيه الثانيه الغلبانه تقول يا ريت جاي عشان خاطر اقوي ويجي يمسك في رقبتنا ما عملتليش ليه الاثنين من اول مره وانت ما كانش لسه عندك. ما شاء الله يا دكتور، ما شاء الله بجد، ربنا يزيدك ويكرمك يا رب. دكتور محمد الجزار، اخصائي الجراحه العامه والمناظير وعضو جمعيه الجراحين الملكيه في انجلترا، وكذا حاجه تانية مش عارف بس اقرا من كتر التايتلز يعني. بشكرك جدا جدا ونورتنا. مبسوط جدا ان انا كنت مع حضرتك. شرفتنا يا دكتور. شكرا. مع السلامه حبيبي. راديو ميد.